على السلامة يا حميدو. هو انا لسه مريض اهو. انا يا جماعه قبل رمضان بيوم بالظبط وقعت من على السلم، رجلي اتلوت فالاوتار اتقطعت، بس انا زهقت من قعده البيت، بقالنا اكتر من 6 ايام قاعدين في البيت، فقررنا النهارده ان احنا نخرج. فهنشوف بقى خارجين في توكانو مول اللي جنبنا برضه في مدينه نصر، وبقول لك ادخل شوف. يلا يا جماعه، صوما مقبولا وافطارا شهيا وبسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا بقى. اللي عنده صاحب زي مصطفى يحاول يخليه ما يطلبلوش. بجد والله العظيم. ايه ده؟ يعني دي حاجات يعني ايه؟ احنا لسه ما خلصناش يعني بجد والله إحنا لسه العظيم هنتصرف. انا عشان رجلي بايظه تعمل معانا كده. المهم ان احنا في مكان اسمه كيان، وكيان ده بيعمل اكل الفطار. يعني احنا جايين في الفطار النهارده، اخدنا شوربتين، شوربه لسان عصفور وشوربه كريمه، ونزلنا بقى شويه اكل مصري منهم ورقه اللحم، طاجن سجق مشطشط شويه، طاجن مزاليكا وباميه وملوخيه وحمام بالفريك، طاجن فريك بالحمام، ودي حمامه محمره جواها رز. ده بقى طاجن فريك معمول باللحمه. يا جماعه انا رجعت احط الاسعار بس بحطها في الكومنتات، يا ريت كل واحد بقى يعمل لايك وكومنت عشان نظهر الكومنتات دي. عليه كبد وقوانص، الفريك متبهر كتير ودايب خالص، يعني مستوي زياده عن اللزوم. وانا بحب الفريك اللي هو البايظ ده سايب الحمامه برقبتها. تعالى بقى ناخد قطمه من الصدر نفسه. ناخد الصدر ده كده اهو، ده الصدر. طريه لطيفه، حجمها متوسط بس طعمها حلو، نفس البسمبوسكايه كده. الحمام ما ينفعش من غير ملوخيه، ده اساسي. ميكس اورينتال فظيع. طب انا عايز انا متشوق لطاجن السجق. ده سجق معمول متسبك كده ببصل وطماطم وفلفل الوان، هتلاقيه مشطشط سيكا، والسجق بيقعد شويه في طعمه حلو برده، مش سجق طري كده من جوه. بالنسبه لي برده طاجن لذيذ. فرق اللحمه بالنسبه لي يعني لو هندي تقييمات، هدي طاجن الفريك ده 8.5 من 10، السجق طعمه حلو قوي اديه 9 من 10، اللحمه ديت كانت محتاجه تبقى ارفع بس هي دايبه، فنديها 8 من 10. انا هخش على ايه؟ انا هخش على رز المعمر. خطير. لا بجد يعني تحفه. ممكن اخد حته من ورقه اللحمه دي فعلا. لا الرز المعمر يا رباه. الرز المعمر ده 9.5 من 10، عشان لو انتوا فاكرين ما كنتش بدي 10 من 10، فهو 9.5 من 10. ونخش بقى في المزاليكا. كبد وقوانص الفراخ بتبقى معموله بالبصل في الصوص كده، متسبكه على الاخر. ماشي. الظاهر ان اي حاجه محطوطه في طاجن هنا جامده. المزاليكا خطيره، رز معمر والمزاليكا، طاجن السجق 3 رهاب. ممكن نرجع للرز معمر واحده كمان، ناخد معاه قطمه مزاليكا عشان الطاجن عنده مشطشطه سنه فطعمها حلو قوي، بس مش الشطه اللي توجعك. ممكن ناخد حته من الحمامه اللي محشيه رز. تحب الحمام محشي رز ولا فريك اكتر؟ بحب الاثنين بصراحه. انا بميل للرز اكتر. يبقى رز معجن شويه. كلامي ده ولا ايه؟ عجن فعلا شويه. طعم البهارات واضح فيه، اللي هي البهارات زي جوز الطيب والقرفه شويه، مقرمش من بره. وانا بحس الحمام مش شرط اكله بره المكان، بس الطواجن دي كلها اجيلها مخصوص. بس ملخص الاورينتال لو هنيجي كده نقول طاجن السجق، طاجن المزاليكا، رز معمر التوب، يجي بعدهم ورقه اللحمه حلوه وكان ممكن تبقى رفيعه شويه كانت تبقى احلى، يجي بعدهم اللي هو الفريك دوت. الرز ده عادي قوي يعني تحس ان انت تاكله في البيت. هنخش بقى في الحاجات. يلا قلنا بس ننزل كده كام ايتم من الانترناشونال برضه. ده بيف استراجانوف تمام بالمشروم، وده ده تشيكن كيان. ده السايد معاه كان باستا وايت صوص. باستا الكريمه بتاعتها حلوه كده وطعمها فيها طعم البارميجان فضاغي عليها، وفي نفس الوقت كسايد ديش طعمه حلو. ده بيبقى فراخ معموله بانيه وعليها تركي وموتزاريلا وكريمه من فوق، حاجه في التخن بس. كوردن بلو من بره مش من جوه. وقطعه منه بس تحسها كبيره قوي يعني، فاهم؟ عشان اخلص القطعتين دول هنقعد بقى. هي قطعه فراخ بانيه معموله بريدنج تخين شويه، بس قطعه الفراخ برضو تخينه وعليها وايت صوص شبه بتاع الباستا مع الموتزاريلا والتركي، ميكس كله مع بعضه لطيف وحلو يعني كويس حلو جدا. ده بقى بيف استراجانوف، ده بيبقى شبه زي الفاهيتا يعني، بيبقى معمول مع البصل والمشروم والفلفل الالوان، ومعاه بيبقى رز ابيض. ناخد قطمه. انا ما نزلت برضو تيم لحمه اكتر من الفراخ، بس دي هتعجبك قوي. باقي اللحمه حلوه مش بتشد. فتعالى بقى نحلي ونظبط ويلا بينا. اوبا. نخش بقى في اخر حاجه يا جماعه، وهي الحلو. الانسولين بقى. نرفع الانسولين عشان احنا كنا بس مخلينه عادي كده. بعد الفطار الجسم بيتفاجئ بحاجات غريبه بتحصل فيه. متفاجئ دلوقتي. دي بقى كنافه باللوتس بالايس كريم. كنافه مقرمشه على الاخر مع الكريمه مع اللوتس جوه. كنافه مقرمشه وما فيهاش سكر كتير وفيها كده سنه حروقه مع الايس كريم رهيبه. ده الحلمنتيشي. ده بسبوسه مع كنافه مع كريمه مع مكسرات مع ايس كريم، اوفر دوز سكريات. ناخد اخر حاجه ام علي بقى. ام علي بالقشطه. ناخد بقى حته برضه صغيره بقى. التوب هي الكنافه باللوتس، الكريمه اللي جوه مع اللوتس مع القرمشه بتاعت الكنافه، وانها بيزك شويه احلى حاجه. بيرفكت.
يقول لك بقى كيان، احنا هنسيب لكم الاسعار في الكومنتس، ما تنساش تدوس زر اللايك لو وصلت لحد هنا وما دوستش لايك يبقى انت غريب ان ليه كملت الفيديو كل ده. كيان انا عجبني قوي التجربه الاورينتال كامله فيه، الطواجن الحاجات المصري كلها فظيعه، حتى المحاشي اللي احنا نزلناها كناش مدينا اهميه بس كان طعمها حلو قوي. فلو انت هتيجي هنا تاكل التجربه الاورينتال واعتقد مش هتدفع كتير برضو قوي يعني، لان الحاجات كبيره البورشنز كبيره، فانت لو جاي انت واربعه هيكفوك. والتحليه هي بتاع الكنافه الايه، كنافه باللوتس. الاثنين دول طعمهم شبه بعض. بقول لك ايه، اقفل بقى مصطفى.